اشراكم لاباس عليكم يا جماعه. ازيكم يا شباب، ازيكم بنات، ازيكم صحابي، احباب اخواتي، عاملين ايه؟ طبعا انا بعتذر قوي على الغياب ده، يعتبر 3 ايام ما نزلتش الفيديو بس بسبب ان في ظروف كده او مش ظروف، انا كسلت الصراحه يعني. المهم زي كل فيديو نصلي على النبي اولا. تاني حاجه شوف فيديو اليوم النهارده هنقارن بين الانهار في مصر او الانهار في المغرب، او من اصح النهر الوحيد اللي في مصر والانهار في المغرب. ان شاء الله الانهار في المغرب كتير ومفيش غير نهر واحد في مصر هو نهر النيل، يعتبر هو. هنشوف دلوقتي مع بعض، بلاش نحرق على بعض. وقبل ما نبدا تعمل لايك شير سبسكرايب ويلا نبدا. نهر سبو يوجد. طبعا الفيديو ده كاتب اشهر 9 انهار في المغرب. انا هجيب 2 3 منه بس عشان وقت الفيديو ما يطولش وانا بصور بالتليفون، فالمساحه مش هتاخد، عشان برضو ايه الناس اللي هتقول لي انت ما جبتش كل الانهار. يوجد نهر سبو في شمال المغرب ويحيط بمدينتي فاس والقنيطرة، كما يلتقي مع نهر فاس مشكلا سهلا خصب يستخدم في زراعة المحاصيل المختلفة وهو سهل سايس. كما يصل طول نهر سبو إلى 496 كيلومتر ومساحته 40,000 كيلومتر مربع، فنهر سبو ليس أطول نهر في شمال إفريقيا، ولكنه الأكبر لاحتوائه على كمية كبيرة من المياه. اعتقد هو الاكبر في احتواء كميه كبيره من المياه اللي هو على عرضه على ما اعتقد يعني. ثالثا وادي درعا. يعد وادي درعا أطول نهر في المغرب، حيث يبلغ طوله 1100 كيلومتر. ينبع من جبال الأطلس الكبير بالمغرب في اتجاه الجنوب الشرقي، حيث يلتقي وادي دادس ونهر إيميني، ويقطع الصحراء إلى تاكونيت، ومنها يصب أغلبه في الناحية الغربية في المحيط الأطلسي. يعتبر نهر وادي درعا هو اطول نهر في المغرب، طوله 1000 وكم؟ نرجع كده 1100 كيلومتر. 1100 كيلو متر، ما شاء الله. عن نهر أم الربيع. رابعا نهر أم الربيع. ما شاء الله هو نهر ام ربيع. انا مش عارف هي من ما شاء الله من كتر الانهار ما بقاش في اسامي اكتر ولا ايه، بس ما شاء الله الانهار كتير اصلا. أم الربيع أحد أكبر أنهار المغرب، ينبع من سلسلة جبال الأطلس المتوسط ويتجه غربا ليصب في المحيط الأطلسي عند مدينة أزمور الماثلة على ضفته اليسرى. يعني دلوقتي نهرين بيبدأوا من جبال الأطلس من فوق، سواء واحد يصب يمين واحد يصب شمال أو الشرق أو. يبلغ طوله 555 كيلومتر، ويصل معدل تصريفه للمياه إلى 117 متر مكعب في الثانية، وهو بذلك ثاني نهر في البلاد بعد نهر درعا من حيث الطول، وكذلك من حيث حجم المياه المصرفة. برضو يا جماعة الإثبات برضو ما شاء الله المغرب ما شاء الله غنية بالمية. الشلالات اللي أنا عملت عليها ردة فعل، خش لو أنت شفتش المقارنة بين شلالات مصر والمغرب، ما شاء الله الشلالات فظيعة وكتيرة، ومش شلال اللي هو بينزل فيه مية خفيفة وكده، لا ما شاء الله مية بتنزل بتضخ كده ما شاء الله. خامسا نهر تنسيفت. تنسيفت هو نهر يعبر هضبة الحوز في الشمال الغربي للمغرب، طوله 270 كيلومتر. يعني 270 كيلومتر، نهر محندق. ينبع تنسيفت من شرق الأطلس الكبير ويمر بالقرب من مدينة مراكش، ومن ثم يصب في المحيط الأطلسي قرب القلعة القديمة في الصويرة القديمة. سادسا نهر أبي رقراق. نهر ابي ركراك ده اللي في الرباط، انا فاكر من الفيديو اللي عملته على الرباط، خش شوف لما يفوت برضه فيديو الرباط. انا حلو عجباني اول حلقه دي لانها غنيه بالمعلومات كده يعني. حلو الانهار وهنشوف اطوال واحجام الانهار في هنا في المغرب او في مصر، فما شاء الله حلقه. أبو رقراق هو نهر مغربي يبلغ طوله 240 كيلومتر،
ينبع من الأطلس المتوسط، ومن أهم روادفه واد جرو، واد عكراش، وواد كريفلا. يصب النهر في المحيط الأطلسي على مستوى مدينتي الرباط وسلا. كده خلصنا انهار المغرب. قلنا مش هنكمل الانهار كلها عشان وقت الفيديو، عشان الفيديو بيقعد طويل. فنخش دلوقتي على نهر النيل اللي في مصر والسودان وبينبع من اثيوبيا، يعتبر اطول نهر في العالم كله. خش دلوقتي. النيل أطول أنهار الكرة الأرضية، وعلى ضفافه وضفاف دجلة والفرات بدأ البشر أول تجمعاتهم الحضارية قبل آلاف السنين. من الحضارة الفرعونية في مصر إلى حضارة كوش في السودان ومملكة أكسوم في الحبشة، ترك البشر معالم وآثارا راسخة على ضفاف النيل. كان اسمه في المصرية القديمة هابي أو إيتيرو، ويعني النهر. أما اسمه الحالي فيعود للغات المنطقة التي تسمى السامية، حيث تعني نيلو فيضان الماء العذب وتدفقه، وما زال أثر تلك الكلمة موجودا في كلمتي نهل ومنهل العربية. يغذي النيل رافدان رئيسيان: النيل الأبيض الذي ينبع من منطقة البحيرات العظمى ويمر ببحيرة فيكتوريا، ثانية أكبر البحيرات العذبة في العالم ويقطعها خط الاستواء، والنيل الأزرق. أعتقد دي بحيرة فيكتوريا بحيرة طبيعية، عشان هي تاني أكبر بحيرة طبيعية في العالم. بحيرة ناصر اللي أعرفها في مصر هي أكبر بحيرة صناعية في العالم اللي أعرفه، يعني بحيرة ناصر اللي عندنا اللي هي عند السد، الذي ينبع من عدد من الروافد ومن بحيرة تانا في إثيوبيا. يلتقي النهران في الخرطوم ملتقى النيلين، ويبقى الاعتماد الأكبر للنيل بعدها على مياه النيل الأزرق القادمة من إثيوبيا بنحو 80%. زرعت من خيراته محاصيل متعددة، أبرزها القمح وقصب السكر والبقوليات والقطن، وما يزال القطن المصري هو الأشهر في العالم بجودته حتى اليوم. يعاني النهر انحسارا كبيرا يعود بعضه إلى شح الأمطار في هضبة الحبشة عما كانت عليه سابقا، وكذلك توسع الصحراء المرتبط بظاهرة التغير المناخي في العالم، لا سيما في السودان ومصر. لكن السبب الأكبر هو الزيادة السكانية الهائلة للقاطنين على ضفافه. فمنذ عام 1950 تضاعف عدد سكان مصر نحو 4 مرات، فيما تضاعف عدد سكان إثيوبيا أكثر من 5 مرات. يعني أثيوبيا 145 مليون وإحنا 120 مليون. لا حول الله يا رب، كل ده على نهر. يزيد عدد السكان في كل من البلدين عن 100 مليون. ولئن توزع سكان إثيوبيا على مختلف أقاليمها الجغرافية بفعل مناخها ومساحاتها الخضراء الواسعة، فإن المصريين بملايينهم 100 يتوزعون سكانيا على مدن وأقاليم يمر النيل منها مشكلا شريان الحياة فيها، بينما معظم مساحات البلاد صحراوية قاحلة. كده خلصنا مقارنة بين نهر النيل وأنهار المغرب. ما شاء الله المغرب فيها 9 أنهار، مصر فيها نهر واحد بس هو يعتبر أطول نهر في العالم، مرورا من مصر السودان لغاية أثيوبيا. أتمنى الفيديو يكون عجبكم ومفيد. ما تنسوش بقى تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، وأحلى مسا عليكم. وهتلاقي الانستجرام بتاعه واليوتيوب شانل بتاعتي أو قناة تانية لو عايز تعملوا سبسكرايب أو فولو اللي هناك. هتلاقي كل اللينكات في الديسكريبشن في الوصف تحت. وأحلى مسا عليكم، سلام. With